خدعوني وافتروا عليا بعد جوزي من الحكومة مات بفشل كلى. عملوا ايه معاك يا ماما؟ عملوا معايا اللي محدش يقدر يعمله. خلوني في المستشفى مرمية وكسروا شقتي أول حاجة. سرقوها ما خلوش. شغل عمره كله بتاعي أنا وجوزي خدوه. لحد هدوم جوزي الميت خدوها. لحد هدومي خدوها. لحد هدوم ابني خدوها. خلوني في فرشة المرض. قعدت سنتين بعد وفاة جوزي. جوزي مات بفشل كلى وسابني من دمه في الدنيا. محدش خبط عليا باب كان بيديني رغيف. انا وابني بنموتوا. ابني عنده tumor في المخ والقلب، سقم في القلب. افترت عليا بنت بطني لما اتفشت من ورايا واتفقت مع العالم الصياديات عليا. واحدة ساكنة تحت مني اسمها صباح جملة، اسمها شريفة، بتوع في ياسكا مستلمين عرض مستمر، سرقة وضرب وحلق شعر وتقليع هدوم الساعة 2 بالليل ويمرمغوني في الأرض ودخلوني الحمام. طب وعيالك فين يا ماما؟ عيالي ماليش إلا هي البت اللي عملت فيها كده. وبعد ما عملت فيها كده حبست الولا. يا كل ولا أنا بناشد كل مسؤول عنده ضمير وكل أخت. يعني هي كسرت الشقة بتاعتك بس؟ كسروها وخدوا كل شيء، كرشوني، طلعوني بالهدمة اللي عليا وخلوني ما بين الحياة والموت. هي الشقة باسم مين يا ماما؟ الشقة ديت أنا قاعدة فيها بقالي 29 سنة إيجار. كان الإيجار ب30 جنيه، دلوقتي بقى ب450 جنيه. طلعوني حافية، طلعوني عريانة، طلعوني متبهدلة، طلعوني طالعة إن شاء الله ما حد يطلع. أنا مرمية في الشارع بابني، ماليش حد. هو ام يوسف يا جماعه ان شاء الله هي انا مريضه. هي مريضه وهي مش لاقيه مكان تبات فيه، وهي معاها اوراقها وحاجتها يعني وهي يعني عندها كذا حاجه تعبانه بيها. يعني هي ورتني، وحتى بصوا البطانيات، وهي يعني حتى مش قادره تمشي. يعني هي كانت واقفه بره مش قادره تمشي. يوسف فهي هتقعد دلوقتي قدام مسجد ابن تيميه اللي في كامب شزار، اللي هو قدام ليالي الحلميه، اللي يقدر يا جماعه يعمل حاجه معاها عشان هي خلاص. رحت لجميع السلطات اللي هم المسؤولين في البلد اللي المفروض يرجعوا حق المندوبه. هم مدوكي على حاجه يا ماما؟ المظلومه، انا مظلومه ومندوبه، ماليش حد بعد ربنا. لا باخد معاش ولا باخد تموين ولا باخد اي حاجه في اي حاجه، عشان مش قادره اغير بطاقتي. ليه؟ حكم مرضي في ركبتي، عشان انا مريضه بجسمي وعندي معدتي مهريه، مش حته وجدتي سليمه ما بمشيش. انا بعمل حمام على روحي يا ساده، يا اخواتي المسؤولين، يا كل اخت مسلمه عندها ضمير وكل اخ مسلم، ارحموا ست من دامة في الدنيا مرمية في الشوارع مريضة وست كبيرة ملهاش يا جماعة. يا ريت اللي يقدر يساعدها بأي حاجة أو يجيب لها مكان